السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهاء مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 2-2، وده التعادل ده يعتبر بالنسبة للزمالك بطعم الفوز، وبالنسبة لبيراميدز بطعم الخسارة، وبالنسبة للأهلي بطعم المانجا. بس قبل أي حاجة، لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشترك في القناة ونخش في الموضوع على طول. الزمالك ضيع على نفسه النهاردة فرصة فوز مش هيتكرر تاني في التاريخ، يعني فرصة فوز بالنسبة للزمالك مش هيتكرر تاني. الزمالك بصفة عامة ضيع الفوز ده كله بصفة عامة، تقدر تقول المدرب واللعيبة وكل الأجواء والأتموسفير اللي كان عايش فيه لعيبة نادي الزمالك النهاردة. تيجي تمسك الماتش هتقسم الماتش على شوطين. الشوط الأول الزمالك يعني كان ميت، ما كانش موجود. كان هو الملخص الشوط الاول عباره عن ان بيراميدز واخد الزمالك حطه في منطقه ال 18 بتاعته وهتك يدعك، هتك يدعك بمعنى الكلمه. هو كل اللي فيها ان الزمالك طلع بكوره او باتنين كانوا غلطه يعتبروا، يعني حتى مش الكوره مش ملعوبه، مش طالع بتبني لعب، مش طالع بجمله، لا ده طالع عشوائيه، كورنر مش عارف ايه، اي حاجه من الحاجات دي. بما فيها من ضمن اخطاء حتى نادي الزمالك الحيطه اللي وقفت قدام عبد الله السعيد في منطقه في الضربه الثابته. الحيطه اتخرمت من النص، الحيطه اتخرمت من النص، حتى عبد الله شايطها يعني عاديه، هي تعدي لو عدت من الحيطه جت جون، ما عدتش من واي حد. لو انت عديت الكوره من الحيطه هتخش جون، لان الحيطه قافله نص الجون البعيد عن الحارس المرمى اللي واقف فيه. حارس المرمى بيقف هنا وسايب النص ده، الحيطه هي اللي قافله عليه. الحيطه اتخرمت، الكوره دخلت الجون. طبعا محمد صبحي ما عندوش رد فعل، وفي الفتره الاخيره حالته مش احسن، مش احسن حاجه، مش زي الاول، لانه بقى فقد الثقه في نفسه بشكل كبير. لما تيجي تتكلم بقى عن دفاع نادي الزمالك او طريقه لعب نادي الزمالك في الشوط الاول عشوائيه، مفيش جمله، مفيش حاجه في ارض الملعب وسوريو بيتكلم عنها، مفيش حتى الناس دي نازله هي مش عارفه هي هتعمل ايه. هو كل اللي فيها هو بينزل يدافع. هو نزل الشوط الاول رد فعل، يعني يشوف البيراميدز هيعمل ايه وهو يدافع يدافع يدافع. انتهى الماتش بالشوط الاول، او انتهى الشوط الاول بنتيجه 1-0 للبيراميدز. نزل الشوط الثاني قال لك انا ههاجم. هو اوسوريو قاعد بره، الراجل ده بتاع كشري بتاع حاجه زي كده، مش عارف هو يعني. هو اوقات يلعب، يعني اوقات يلعب الخطه الهجوميه واوقات يلعب الخطه الدفاعيه، وعلى الله يعني لو نفعت الدفاعيه كان بها، يقول لك ادي اسلوب اللعب الدفاعي ومش عارف ايه. لو لعب الهجوميه وسجل ودخل فيه جون او اتنين بسبب ان هو مش منظم المنطقه الدفاعيه، يقول لك لعيبه الزمالك بيسهروا وبيشربوا ومش بيشربوا وحاجه. يعني بصراحه يعني الموضوع صعب. الشوط الثاني الزمالك نزل بدا يعمل هجمه، بدا يعمل اتنين، بدا يعمل تلاته. ربنا كرمك وقدرت تتعادل بعشوائيه، على فكره مفيش جمله متفق عليها في ارض الملعب. ربنا كرمك وبدات تتعادل، وربنا كرمك ويسر لك الامور وجبت الجون الثاني. تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تشد سيد نيمار. ما هو بقى تعالى نتكلم عن اصول، تشد سيد نيمار وتنزل شيكابالا، هذا انت كده بتمتص، والله بجد يعني انت كده بتمتص. بتعمل ايه؟ بتنزل تطلع واحد عنده 22 سنه عشان تنزل شيكابالا عشان يسيطر لك على الكوره؟ طب هو انت قادر اصلا تطلع بالكوره الخروج الطبيعي بتاع الفريق، بتاع فريق كره القدم؟ هو انت اصلا في جمل؟ هو انت معاك وينجات بتطير؟ هو انت معاك مثلا راس حربه فشيكابالا هيطلع قدام هيشغله او الكلام من ده؟ وقد كان شيكابالا نزل من هنا، محمود علاء خد الانذار الثاني وخد الطرد. محمود علاء مش عارف يعني، انت لسه اول ماتش ليك مع نادي الزمالك، اول ماتش ليك مع نادي الزمالك، ما تتقي الله يا اخي. هو انت ويوسف اوباما يعني حرام. انا مش فارق معايا النتيجه، انا كنت عايز بيراميدز كمان يخسر، مش فارق معايا، لان انا واثق مليون في الميه بالنسبه لنادي الزمالك. الزمالك انا قلت النهارده لاكتر من واحد من حبايبي يعني زملكاويه، قلت لهم الزمالك هينزل النهارده هيعمل ماتش كويس، وانا بقول لكم احتمال الزمالك يكسب. اقسم بالله اتاكدت عليهم اكتر من مره ان احتمال الزمالك يكسب. طيب الزمالك كان في ايده المكسب بس هو اللي ضيعه. بدل ما تشد مثلا خط وسط، او بدل ما تشد واحد من الونجات اللي بتطير، او بدل ما تشد واحد من التعبانين، هنقول ان سيد نيمار تعبان، ما تشده وتنزل ديفندر، وتنزل ديفندر يلعب قلب ليبرو قدام المدافعين قدام السرد باكين. ما تشد وتنزل واحد في السرد باك. طب ما انت بتدافع من غير حاجه، ما انت اوريدي بعد ما دخل فيك الجون الثاني من الدقيقه 78 للدقيقه 96 انت ما بتعملش حاجه انك انت بتدافع عشان بيراميدز ما يجيبش الثالث. طب ما كمل اول، طب ما انت الفوز كان في ايدك والنتيجه كانت في ايدك. انا بستغرب والله على تفكير اوسوريو مدرب منتخبات يا جماعه. يعني ايه مدرب منتخبات؟ يعني هو انضف لعيبه في المنتخب هي اللي بتيجي، اللعيبه دي هو ربنا بيكرمه وبيعرف يوفقها، واللعيبه دي بتعرف تلعب. بالنسبه لنادي الزمالك هو عايز يعمل يعني بالقماشه او بالخامه او بالكواليتي بتاعت اللعيبه اللي موجوده حاجه هم مش مستوعبينها.
هم عقليا مش مستوعبينها عشان ينفذوها على الارض. من ضمن اللعيبه اللي كانت مميزه النهارده نبيل عماد دونجا، كان ظاهر بمستوى كويس جدا. السيسي يعني كان حاجات بسيطه، ظهر بشكل مش قوي. انا شايف ان محمود علاء قدم ماتش كويس، بس ما اعرفش محمود علاء عنده حاجه عقليا يعني في سوي مثلا. انت ربنا كرمك وما تسيطر على نفسك وتسيطر على اعصابك. ده انت تقريبا كابتن من كباتن نادي الزمالك. يعني انت بعد عبد الشافي وشيكابالا والونش تقريبا انت بعديهم، او يوسف اوباما. يوسف اوباما أنا مش يعني لله الامر من قبل ومن بعد. بجد صعب، صعب والله العظيم، صعب بجد. مش ممكن انت بتبقى نازل، انت بتتعمد يعني تحرق دم الزملكاويه، تجلط الزملكاويه، تجلط الجمهور. يعني الموضوع بصراحه يعني خرج عن السيطره. طبعا احنا عارفين مدى الالفه ومدى المحبه اللي بين جمهور نادي الزمالك او بين اداريين نادي الزمالك واداريين نادي بيراميدز. الناس بعد الماتش اول ما الحكم صفر الناس راحت خدت بعض بالاحضان يعني. والنهارده شفنا يوسف اسامه نبيه وهو نازل، وكان في شويه شتيمه ليوسف اسامه نبيه. وبس الناس بتيجي لما رمضان صبحي بيلعب قدام الاهلي واللي بيجي ينزل، ازاي الاهلاويه بيشتموه؟ انتوا عايزين منه ايه؟ هو مش طب ما انت برضو على نفس المنوال. ده انت بتشتم امام عاشور اللي بيلعب مع الاهلي وهو ما بيلعبش قدامك يعني. ما زلت. فبالنسبه لي انا دي احسن نتيجه تخدم النادي الاهلي، يعني احسن نتيجه تخدم الاهلي انك انت تعطل نفسك بنقطتين وبيراميدز يتعطل بنقطتين. وبالنسبه للزمالك انا قلت الزمالك النهارده ممكن يقدم مستوى عالمي قدام بيراميدز النهارده، ويجي الماتش الجاي قدام فريق لسه صاعد اول مره يلعب دوري ممتاز واول مره يلعب الزمالك في تاريخه ويخسر. اصل هو ده الزمالك. الزمالك ده ملوش ملكه، ما تتوقعوش يعني. ملوش كتالوج. حتى الزملكاويه عارفين المعلومه دي، ملوش كتالوج. يعني ما تقدرش تراهن النهارده ان الزمالك وهو احسن حاجه وهو مستواه في التوب، ما تقدرش تراهن ان هو هيكسب. بالعكس الزملكاوي بيبقى خايف. والعكس لما بيكون الزمالك تعبان جدا ويقابل الاهلي، انا بقول لك باوقات كتير بيبقى احسن من الاهلي. او بيقابل اي فريق تاني بيتفوق. زي يعني انت خسران من ارتا سولار ونزلت النهارده قدام بيراميدز، انت عملت كل اللي عليك. مفيش تكتيك طبعا، ومفيش خطه، ومفيش فنيات، ومفيش اداء، ومفيش اي حاجه. انت كنت بتلعب بروح. الشوط الثاني الزمالك لعبه بروح، بس روح اله ربنا يبتليك ويحط عليك يا اسوريو. يلي بعد ما الزمالك عرف يتقدم انت شديت الناس اللي تقدر تعتمد عليها الصغيره في السن ونزلت شيكابالا. يا جماعه شيكابالا 39 سنه يعني. عبد الله السعيد الناحيه الثانيه 38 سنه وهو اللي جاب الجون، ورمضان صبحي جاب الجون الثاني. وطبعا بالنسبه لبيراميدز، بيراميدز مدجج بالنجوم. ولكن انت عمرك ما هتعرف تكون الزمالك وعمرك ما هتعرف تكون الاهلي. انت بتشتري لعيبه، ربنا كرمك ومعاك فلوس بس. انت يعني بيراميدز ده محتاج مثلا اداره فنيه بره الملعب تعرف تخطط لبيراميدز ده كويس. ان هو كل حاجه عباره عن انك انت بتشتري لعيبه تنزلها الملعب. طبعا المدير الفني بتاع بيراميدز قاعد بره في الكنافه معاه كميه النجوم دي، ومش قادر يجاري سكواد الزمالك بالروح بتاعته، او مش قادر يخلص على سكواد الزمالك، او مش قادر يخلص على الفريق الافريقي اللي كان بيلعبه الماتش اللي فات وتعادل معاه بره. انت محتاج توظف لعيبتك صح وتعمل خطه فنيه صح، وبعد كده تبدا ترص اللعيبه. انت بس كل اللي عندك انك انت معاك فلوس وبتعرف تجيب لعيبه عشان بتدفع لها. مش هتعرف تكون الاهلي ومش هتعرف تكون الزمالك ومش هتعرف تبقى نادي عنده شعبيه وعنده قبول. بس انت تقدر تشتري بفلوسك. بالنسبه لنادي الزمالك، نادي الزمالك لازم، او اللعيبه دي لازم تقتنع ان اللي هي عملته النهارده ده مش احسن حاجه. يعني في ناس طلعت اشادت باللعيبه وقالت لهم كويس جدا ان احنا اتعادلنا قدام بيراميدز. انت معنى كده ان انت بتعلي سقف طموح اللعيب ده ان هو ما يخسرش. يعني ان هو بس اهم حاجه ان هو يتعادل، وده هيبقى الطبع بتاعه يعني فيما بعد. هو اهم حاجه عنده ان هو ما يخسرش. هو بالنسبه له انت راضي، انت كجمهور راضي عن التعادل، مش فارق معاه المكسب. هو اصلا كده كده مش فارق معاه المكسب. هيتحول المعتقد عنده وهو بيلعب في قلب الملعب ان حتى لو انا مش قادر اكسب اهم حاجه ما اخسرش، ولو ما خسرتش هتطلع تسقف لي. انت النهارده يعني نزلت قدام بيراميدز، عرفت وقدرت انك انت توصل ل 2-1. ما تقفل يا اللي ربنا يقفلها في وشك.
انت يا اسوريو بتعمل ايه في ارض الملعب؟ انا مش فاهم. مفيش خطة معينة، مفيش جملة، مفيش تكتيك، مفيش جبهة بتتفتح وجبهة تانية بتضم، مفيش الكلام ده خالص. اللعب عشوائي، اللي ربنا يقدره ويعرف يوصل الكرة عند الجون ربنا يكرمه ويكرم الراجل اللي رايح ناحية الجون. حتى النهارده وانت بتتفرج على الماتش مفيش جملة صح. يعني مفيش جملة تقدر تقول مثلا بتلعب بيلد اب مثلا من عند خط الجون، من عند محمد صبحي طلعت مع عبد شافي ونزلت لخط النص والوينجات فتحت والباكات طلعت لقدام والباكات استلمت، ولعبت مثلا حد في نص الملعب وحد في نص الملعب عمل عرضيه او عمل مثلا كره في العمق. مفيش الكلام ده. انت الكره اللي بتجيلك على الله التسهيل، اوب تك تريك، عشق ورشق، يمكن ربنا يكرمك. وقد كان الزمالك قدر مع ذلك ان هو يجيب جونين بضربات ثابته او بضربات ركنيه. المهم انك انت ربنا حافظ على كده. بس ده الزمالك، ده الزمالك اللي انت ما تتوقعوش. بس كده يا صديقي العزيز، دي كانت حلقتنا الصغيره النهارده. لو عجبتك الحلقه ادعمنا بلايك واشترك في القناه وخلي الكوره ليك. سلام.